تعرف تتنفس وانت بتشرب؟ طب جرب كده تاخد نفسك وانت بتبلع اي حاجه حتى لو ريقك. طب تعرف بقى انك كنت في يوم من الايام شاطر جدا في الحركه دي، وبالتحديد اول 3 شهور من حياتك. كان في بحث اتعمل كده سنه 2015 على الاطفال الرضع، واكتشفوا ان هم بيقدروا يتنفسوا اثناء الرضاعه من غير اي مشاكل، والكلام ده بيبقى في اول 3 شهور من حياتهم فقط. بس بعد ال3 شهور بيبداوا يشرقوا كتير واوقات بيتخنقوا. طب اشمعنى اول 3 شهور وليه بيحصل كده؟ بص يا سيدي، بيقول لك ان الانسان بيتولد اصلا حنجرته مرفوعه فوق عند تجويف الانف كده زي باقي الثدييات اللي موجوده معانا على الكوكب، وده بيخليها حاجز حمايه بيمنع دخول السوائل عن الرئه، وفي نفس الوقت بيتنفس عادي من غير مشاكل. هتقول لي طب ما هو حلو، طب ليه ما نفضلش كده؟ هقول لك عشان خاطر لو حنجرتك فضلت متشعلقه فوق كده انت مش هتقدر تتكلم، فلازم تنزل في مكانها علشان تبدا تنطق وتقول بابا وماما وكخه وكوكو وتصدعنا، وبالتالي فلازم كلنا نضحي بالميزه دي في سبيل اننا نرغي. بس المهم تاخد بالك وما تحاولش تتنفس وانت بتاكل او بتشرب تفطس مننا وتودينا في داهيه. وبس كده.